أهلا وسهلا بكم في قناة عنكبوت للمعلومات. خاوتي ما تنسوش ديروا الاعجاب وتخلوا اشتراك في بداية الفيديو باه تتلقوا ديما جديد. نزاع قضائي يبعث أمال تأهل الخضر إلى المونديال، حيث تحدث الموقع جول الإعلامي ببعث رسالة سارة للجماهير الجزائرية ويكشف فيها عن إمكانية استبعاد الكاميرون من كأس العالم 2022. قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. تحدث الموقع عن خلاف القضائي بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وشركة الألبسة الرياضية الفرنسية لكوك سبورتيف. الموقع استدل بتصريحات المحامي الكاميروني كريستيان لتأكيد احتمالية استبعاد الكاميرون، حيث قال المحامي في تصريحات نقلها موقع أكتي كاميرون: أدعو الجميع للهدوء، القانون الفرنسي هو من يحسم النزاع وهي نقطة لابد من أخذها في الاعتبار. أدعو الطرفين للجلوس الآن وحل المسألة بشكل ودي أو أخذ قرار بشأن استمرار الشراكة، حيث رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع يمكن أن يؤدي لاستبعاد الكاميرون من المونديال. الأمر لا يختلف عن مسألة التدخل الحكومي المباشر. الفيفا هي من تأخذ القرارات القضائية المحلية بعين الاعتبار. فعلا هذه هي الحقيقة، لأن المنتخب الكاميروني لن يتأهل بالفوز على الجزائر، لأننا كلنا نعرف من هي الحقيقة. وكذلك على ما يبدو أن إقصاء الكاميرون من مونديال قطر 2022 من طرف الفيفا أمر وارد جدا، والقضية ما زالت متواصلة، في حين تم الإعلان عن جميع الأقمصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم بقطر على حساب الموقع الرسمي لدى الفيفا. قميص المنتخب الكاميروني الوحيد الذي لم يتم الإعلان عنه رغم تعاقد صامويل إيتو مع شركة جديدة قبل أسابيع قليلة فقط. ومع هذه الأخبار، حيث تعود الأمال من جديد لدى الجماهير الجزائرية التي تريد رؤية المنتخب الوطني الجزائري وهو يشارك في المونديال التاريخي الذي لم يتبقى له سوى 17 يوم. ومشاكل اتحادية تحت قيادة صامويل إيتو متواصلة وستذهب إلى مدى بعيد على حساب موقع جول العربي. كما أكد نفس المصدر أن هناك مشكلة كبيرة بين الاتحاد الكاميروني وشركة لوكوك سبورتيف المصنعة. شكرا لكم على المشاهدة أحبائنا المتابعين، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك وجام للفيديو باه تتلقوا ديما جديد.